بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس حساب مساحة متوازي الأضلاع للصف الخامس الابتدائي. متوازي الأضلاع احنا درسناه قبل كده، عبارة عن شكل هندسي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول. فعندي هنا متوازي الأضلاع اللي موجود عندي في الرسم أ ب ج د، في الضلع أ د يوازي ب ج ويساويه في الطول، والضلع أ ب يوازي د ج ويساويه في الطول. طيب أنا دلوقتي عشان أحسب مساحة متوازي الأضلاع محتاج أعرف طول ب ج أو أ د واحد من الاتنين، وطول الارتفاع اللي مرسوم أو المناظر للضلعين دول. هعتبر أي ضلع من الضلعين دول قاعدة، وبالتالي يبقى الارتفاع بتاعها المناظر زي ما عندي في الرسم هنا هو د ه. أو أعرف طول القاعدة الأخرى اللي هي أ ب أو د ج، أعرف طول واحدة منهم مع طول الارتفاع المناظر لهذه القاعدة اللي هو الد و. عشان أميز ما بينهم هلاحظ كده إن ب ج قاعدة كبرى، إنما أ ب قاعدة صغرى. طيب القاعدة الكبرى لها ارتفاع، والقاعدة الصغرى لها ارتفاع مناظر لها. أنا لما أجي أحسب مساحة متوازي الأضلاع محتاج من المسألة طول قاعدة من الاتنين دول مع طول الارتفاع المناظر لهذه القاعدة. طيب وهلاحظ كده إن القاعدة الكبيرة ارتفاعها أصغر في الطول، والقاعدة الصغيرة ارتفاعها أكبر في الطول. يبقى القاعدة الكبيرة ارتفاعها صغير، إنما القاعدة الصغيرة ارتفاعها كبير زي ما عندي هنا أو واضح عندي في الرسم. طيب أنا عايز أحسب مساحة متوازي الأضلاع اللي قدامي ده، يبقى أنا هحتاج طول قاعدة من الاتنين وطول ارتفاع المناظر لهذه القاعدة. هطبق عليهم قانون سهل جدا، أحسب مساحة متوازي الأضلاع من خلال حاصل ضرب طول القاعدة في الارتفاع المناظر. فلو خدت طول القاعدة الكبرى يبقى هضربها في الارتفاع الأصغر اللي هو المناظر له، ولو خدت طول القاعدة الصغرى هضربها في الارتفاع الأكبر اللي هو المناظر له. طيب أنا لما أجي أحسب هستخدم أنا قاعدة من الاتنين اللي معلوم طولها في المسألة عندي ومعلوم طول الارتفاع المناظر له. فعندي هنا أقدر أحسب المساحة بطريقتين، يا إما حاصل ضرب الباء ج اللي هي القاعدة الكبرى في طول الد ه، يبقى طول الباء ج في طول الد ه باعتبار إن باء ج القاعدة ود ه هو الارتفاع، أو ممكن أوجدها عن طريق القاعدة الصغرى اللي هي أ ب في طول الد و. طيب أنا هستخدم يا دي على حسب المتاح بالنسبة لي في المسألة بتاعتي. طيب وعندي يبقى أنا أقدر أحسب مساحة بحاصل ضرب باء ج في د ه أو أ ب في د و، واحدة من الاتنين المتاح عندي في المسألة. طيب المسألة أو القانون ده أقدر إن أنا أستنتج منه قانونين آخرين، إن المساحة بتساوي مساحة المتوازي الأضلاع طول القاعدة في الارتفاع. يبقى هنا عندي علامة في مضروبين في بعض، عشان أحسب المساحة أضرب طول القاعدة في الارتفاع. طيب أحيانا يعكس المسألة ويديني المساحة ويديني حاجة من الاتنين، يا طول القاعدة ويطلب الارتفاع، أو يديني طول الارتفاع وعايز طول القاعدة. يبقى في الحالة دي هعكس القانون من ضرب لقسمة، فيبقى طول القاعدة يساوي المساحة على الارتفاع. يبقى هنا في علامة على كأن دي شرطة كسر، يبقى طول القاعدة بتساوي المساحة على الارتفاع، والارتفاع يساوي المساحة على طول القاعدة. طيب المساحة نفسها بتساوي طول القاعدة في الارتفاع. يبقى مسألتي لازم يديني معلومتين وانا استنتج التالتة، يديني طول القاعدة والارتفاع اضربهم في بعض يطلع المساحة، يديني المساحة وطول القاعدة اقسمهم على بعض يطلع الارتفاع، او يديني المساحة والارتفاع اقسمهم يطلع طول القاعدة. المهم ان الوحدات المستخدمة في التلاتة لازم تكون كلها من نفس النوع، يعني طول القاعدة بالسنتيمتر لازم الارتفاع يكون بالسنتيمتر، المساحة تطلع معايا بالسنتيمتر المربع. طيب لو طول القاعدة بالديسيمتر يبقى لازم الارتفاع بالديسيمتر، يبقى المساحة تطلع معايا بالديسيمتر المربع. طب لو هو جاب لي في المسألة وحدتين مختلفتين يبقى لطول القاعدة والارتفاع يبقى لازم ان انا احول عشان اقدر ان انا انفذ القانون بتاعي صح. طيب مسألتي عبارة عن مسألتين، يا اما مسألة لفظية يا اما مسألة مرسومة. طيب نشوف الاول المسألة اللفظية. بيقول لي هنا مساحة متوازي الأضلاع الذي طول قاعدته 8 سم وطول ارتفاعه المناظر لهذه القاعدة 5 سم. يبقى هو مديني طول القاعدة ومديني الارتفاع، يبقى هنا عايز المساحة. يبقى اطبق القانون بتاعي، مساحة المثلث تساوي طول القاعدة في الارتفاع. يبقى هنا القانون بتاعي المساحة هتساوي طول القاعدة هضربها في الارتفاع. اتأكد الأول في المسألة بتاعتي إن طول القاعدة بالسنتيمتر والارتفاع بالسنتيمتر، يبقى أنا أطبق القانون بشكل مباشر بدون تحويل. يبقى أنا أقول له 8 في 5 يطلع معايا 40، وطبعا وحدة المساحة سنتيمتر مربع. طيب لو هو عكس المسألة واداني متوازي أضلاع مساحته 36 سنتيمتر مربع وطول أحد أضلاعه اللي هي قاعدته
9 سنتيمتر، عايز الارتفاع المناظر لهذا الضلع اللي هو اللي هي القاعدة اللي هو اداني طولها. طيب يبقى لو عايز احسب طول الارتفاع المناظر يبقى انا اعكس القانون واقول ان طول الارتفاع يساوي المساحة هنقسمها على طول القاعدة اللي هي طول الضلع اللي هو ذكره في المسألة. انا عندي قاعدتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. هو هنا عايز الارتفاع المناظر للقاعدة اللي طولها 9 سنتيمتر، يبقى نقسم المساحة 36 اقسمها على التسعة يطلع معايا 4 سنتيمتر. طول الضلع هيبقى بالسنتي لان المساحة بالسنتيمتر المربع، وطول والارتفاع او طول القاعدة عندي بالسنتيمتر، يبقى الارتفاع هيبقى بالسنتيمتر. طيب المسألة التالتة، متوازي أضلاع طول قاعدتي 10 سم و8 سم. احنا عارفين متوازي أضلاع له قاعدتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، واحدة كبيرة 10 والصغيرة 8. طيب ارتفاعه الأكبر 7. نركز على كلمة ارتفاعه الأكبر، عايز مساحته. طب المساحة عايز طول القاعدة في الارتفاع. طيب طول القاعدة هنا في الارتفاع المناظر لهذه القاعدة. طيب هو اداني الارتفاع 7 سم. طب الارتفاع ده قاعدته أنهو؟ 10 ولا 8؟ طب ده الارتفاع الأكبر يبقى قاعدته الصغيرة. يبقى هنا لما أجي أستخدم أو أطبق القانون هقول طول القاعدة هنا آخد القاعدة الصغيرة، يبقى آخد 8 في 7 يطلع 56 سنتيمتر مربع. يبقى أهم كلمة في المسألة هي إن ده ارتفاعه الأكبر، يبقى الارتفاع الأكبر يبقى ده ارتفاع مناظر للقاعدة الصغيرة، يبقى أنا أضربه في القاعدة الصغيرة. طب عندي 10 وعندي 8 فاخد الصغيرة فيهم اللي هي 8، ويبقى 8 في 7 ب 56 سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعده بيقول لي أيهما أكبر في المساحة، متوازي أضلاع طول قاعدته 10 وارتفاعه 6، ولا مثلث طول قاعدته 12 وارتفاعه المناظر 8؟ يبقى هنا أحل بثلاث خطوات. يبقى سؤال أيهما أكبر في المساحة، يبقى الأول أجيب مساحة الشكل الأول اللي هو مساحة متوازي الأضلاع. أطبق القانون بتاعي، طول القاعدة في الارتفاع طول القاعدة عندي هنا 10 في الارتفاع 6 يطلع 60 سنتيمتر مربع. بعد كده أجيب مساحة المثلث، لازم أكون حافظ القانون كويس، نص في طول القاعدة في الارتفاع المناظر، يبقى نص في طول القاعدة عندي هنا 12 في الارتفاع 8. نص ال 12 6 في 8 ب 48 سنتيمتر مربع. أقارن ما بين الناتجين، مساحة المتوازي أضلاع طلعت 60، المثلث طلعت 48 سنتيمتر مربع. يبقى هنا أقول له إن مساحة متوازي الأضلاع في المسألة دي أكبر من مساحة المثلث. ده اللي أنا استنتجته بعد ما حسبت مساحة متوازي الأضلاع ومساحة المثلث. بعد كده ممكن يجيب لي التمرين أو المسألة مرسومة، فيقول لي هنا أوجد مساحة متوازي أضلاع أ ب ج د، ومديني إن القاعدة الكبيرة 10 ومديني القاعدة الصغيرة 6 ومديني الارتفاع ج ه 7. طيب أنا عايز قاعدة واحدة وعايز ارتفاع، أنا مش هستخدم لا ال10 وال6 مع بعض، لا أنا هستخدم واحدة بس من الاتنين. طب أنا هستخدم مين فيهم؟ اللي معاها ارتفاع. طيب الارتفاع ج ه ده عمودي على مين؟ عمودي على أ ب، يبقى الألف باء هو ده القاعدة الخاصة بالارتفاع ج ه، يبقى ج ه ده ارتفاع مناظر للقاعدة أ ب. ليه؟ لأنه عمودي عليها. يبقى أنا دلوقتي أما المسألة تكون مرسومة لازم آخد أو أحدد مين القاعدة والارتفاع اللي أنا هستخدمهم. هو هنا طبعا مديني القاعدة الكبيرة، مديني طولها ومديني طول القاعدة الصغيرة عشان يلخبطني. يبقى أنا هنا مش هستخدم الاتنين، لا أنا هستخدم واحدة بس. طب أنا هستخدم مين؟ اللي معاها ارتفاع. طب أنا أعرف الارتفاع ده بتاع أنه قاعدة إزاي؟ أشوف هو عمودي على مين فيهم. طيب اعمل لي هنا زاويه قائمه اهيت، يبقى ج ه عمودي على أ ب، يبقى خلاص يبقى أ ب ده هو القاعده اللي انا هستخدمها في حساب المساحه. يبقى انا عايز المساحه، يبقى انا اقول له مساحه متوازي الاضلاع هو نفس القانون بتاعي، يبقى حساب متوازي الاضلاع هيساوي طول القاعده بتاعتي في الارتفاع المناظر. طول القاعدة هنا 6 هضربها في الارتفاع المناظر ل7، يبقى 6 في 7 ب 42 سنتيمتر مربع. وبرضه بأكد إن لازم الوحدات تبقى من نفس النوع عشان أقدر أطبق القانون، إلا لو جابها لي مختلفة يبقى لازم إن أنا أعمل تحويل الأول. طيب ناخد بقى آخر مسألة،
ان هو مديني متوازي اضلاع ومديني ارتفاعين، ارتفاع 12 سنتيمتر وارتفاع 8 سنتيمتر. طيب الارتفاع 12 سنتيمتر اسمه د الواو وعمودي على أ باء، والارتفاع د الهاء 8 سنتيمتر وعمودي على باء ج. طيب عايز من هنا احسب مساحة متوازي الاضلاع، ومديني القاعدة اللي هي أ باء 10 سم، وعايز بعد كده احسب طول الباء ج اللي هي القاعدة الكبرى. طيب يبقى هنا عندي مطلوبين، مطلوب اول حساب مساحة متوازي الاضلاع، هعملها زي ما عملتها في التمرين السابق. يبقى نقول له مساحة متوازي الاضلاع يساوي طول القاعدة في الارتفاع، واروح على المسألة بتاعتي واحدد القاعدة والارتفاع اللي انا هستخدمه. طيب هنا عندي القاعدة اللي اداني طولها بس هو الألف باء، ما ادانيش طول القاعدة إلا باء ج ولا ألف د، يبقى القاعدة اللي اداني طولها هو باء ألف باء. يبقى على طول أروح على ارتفاعها واخده معايا. فين ارتفاعها؟ ارتفاعها ده الواو. ما ينفعش إن أنا آخد ده الهاء، لأن ده الهاء ده ارتفاع مناظر للقاعدة باء ج، إنما ده الواو هو الارتفاع المناظر للقاعدة ألف باء. يبقى في الحالة دي لما أجي أحسب المساحة هضرب ال 12 في ال 10 يطلع معايا الناتج 120 سنتيمتر مربع. ده مساحة متوازي الأضلاع. طيب عايز هو طول باء ج. طب طول باء ج ده أجيبه إزاي؟ باء ج ده قاعدة، يبقى طول باء ج أطبق عليه بقى طريقة إيجاد القاعدة. طول الباء ج تساوي القاعدة بتساوي المساحة مقسومة على الارتفاع المناظر لهذه القاعدة. يبقى القاعدة طول القاعدة اللي هي باء ج على الرسم عبارة عن قاعدة طب عليها المساحة على طول الارتفاع المناظر. المساحة عندي هي نفس المساحة اللي أنا أوجدتها عن طريق القاعدة الصغرى. مساحة المتوازي الأضلاع مش هتتغير سواء حسبتها بالقاعدة الكبيرة مع الارتفاع الصغير أو القاعدة الصغيرة مع الارتفاع الكبير. يبقى المساحة بتاعتي هي نفس المساحة اللي طلعت في الخطوة الأولى. يبقى حتى لو جه في المسألة دي وطلب طول باء ج بس، لازم الأول برضو أحسب المساحة زي ما عملت في الخطوة الأولى. أقسم ال 120 على الارتفاع المناظر للقاعدة المطلوب إيجاد طولها. فالقاعدة المطلوب إيجاد طولها باء ج، الارتفاع المناظر اللي هو د الهاء اللي هو 8، فأنا أقسم على 8. يبقى المساحة 120 اللي هي في الخطوة الأولى أقسمها على الارتفاع المناظر للقاعدة باء ج اللي هو د الهاء اللي هي طولها 8 سنتيمتر، وأطلع الناتج 1 على 12 مش هينفع، 12 على 8 فيها الواحد بقى 4، 40 على 8 فيها الخمسة، يبقى الناتج هنا 15 سنتيمتر. وبكده ده انتهى درس مساحة متوازي الأضلاع.